يقولون إن للعظماء مكانة لا يهشمها التاريخ ولا يقوى عليها، تماما مثل حال هذا النمر الذي بقي صامدا رغم اصطياده منذ أكثر من 90 سنة. وعلى أمتار من هنا خلدت الذاكرة أغراضا شخصية لأحد كبار الجزائر، فالأصح أن للعظماء أشياء تلامس مكانتهم أو تدنوها بقليل. في هذا الجناح داخل متحف الجيش اختلط التاريخ بالنضال فأصبح نحاسا انصهر فجسد صورة الرئيس الراحل هواري بومدين، واللون الأسود عبر عن جزء من شخصية بومدين لكن عن أغراضه كلها. سيارة الراحل السوداء بقيت على حالها منذ سنة 1972 سنة استلامه لهذا البرنوس، وبما أن بومدين ثابت المبادئ ثبتت ألوان أغراضه كذلك، حتى ميداليات الثبات التي حاز عليها كان سوادها عظيم تماما مثل مسدسه الشخصي الذي صنع التاريخ. جوزيف تيتو رجل يوغوسلافيا درس شخصية بومدين فجمله بقواعد الصداقة لا بقواعد العلاقات الدولية، وكانت كل هداياه للراحل بومدين علبة سجائر من الذهب الخالص وولاعة بوزن فاق 100 غرام من الذهب الأبيض. أما الحسن الثاني فاعترف بتغلب بومدين في جميع المنازلات بين الاثنين ومنحه بنفسه ميدالية الفوز، راسما تفوقا دوليا سجلته ذاكرة الجزائر بقلم من ذهب خالص لا يزال محفوظا بجوار هذه الأدوات البسيطة رغم تعاقب سيوف الزمن. فالزمن عند بومدين واحد، لكن احتسابه يتطلب 2 ساعات من الذهب الأبيض، والمظهر كذلك واحد، ولقيمته حضرت أزرار ذهبية لكم قميصه في مشهد لو تكلم لقال: بومدين رجل عظيم بتفاصيل عظيمة.